السلام عليكم والف مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف كتلاحظوا من العنوان ديال الفيديو هذه التتمه ديال الجزء الاول اللي شرحت فيه كيفيه استخدام اله صنع الايس كريم، ودابا غنشوفوا التطبيق ديال هذه الاله. نعطيكم الوصفه ديال استعمال الايس كريم، خديتها فقط من الكتيب، يعني كنصحكم تخدموا بالوصفات ديال الكتيب حتى كتولفوا على الاله وحتى كتشوفوا طريقه الاستخدام مزيان. عاد ديك الساعات اللي بغيتو تبدلوا. انا حاليا كنجرب من الكتيب ديالها، وخديت وصفه فقط وحده اللي خديتها من مواقع اخرى ولكن ما صدقاتش، يعني كيبقى خصك ضروري تتبع الكتيب ديالهم، ولكن لابد من نجرب مره اخرى ماشي مشكل. بالنسبه للمقادير ديال هذا الايس كريم، هذا ايس كريم ديال الفانيا ولا ايس كريم بالحليب. انا غادي نكهو بالفاني. غادي نحتاجو في المقادير ديالو نورمالمون في الكتاب عاطين 25 غرام ديال السكر ابيض، ولكن انا غادي نخدم غنقص شويه السكر، يعني كنبغي ما يكونش حلو بزاف. وزدت ليه واحد معلقه صغيره ديال الفاني بودره. عندك كذلك 115 ملل ديال الحليب البارد. انا هنا عبرت لكم بكاس العنبه باش غادي يجي تقريبا كاس لاروب، يعني ضروري ما تحاولوا تاكدوا من العبار. وكذلك كاين نصف كاس ديال الكريمه السائله، ما تكونش حلوه. الا كانت حلوه ما تخدموش بالسكر الثقيل فقط. تقريبا كيف كتلاحظوا نصف كاس ديال العنبه. في اول خطوه كنصبوا الكريمه السائله ديالنا في الخلاط، يعني نقدر نطربوها بالخلاط اليدوي او الخلاط الكهربائي، او الا عندك العجانه وعندك هذا الراس تخليها تخدم بينما تمشي تكمل الخدمه ديالتك الاخرى. في هذا الاثناء كناخذوا داك السكر الثقيل ديالنا في واحد الاناء وكنزيدوا عليه داك الحليب. صافي بعد ما كتلاحظوا الكريمه طلعت، هي راه كريمه غير قليله، راه 60 ملل، يعني راه شفتوها نصف كاس تقريبا. صافي كنطلعوها مزيان وكنزيدوا لها داك الحليب وكنحركوا. صافي كنخليو السائل ديالنا على هذا الشكل على جنب، كندخلوه الثلاجه نخليوه يبرد واحد المده ديال نصف ساعه ساعه او اكثر. شحال ما برد شحال ما كيساهم في نجاح الايس كريم ديالنا. من بعد ما كيجمد لينا او من بعد ما كيبرد لينا الخليط ديالنا، كناخذوا الكاس اللي غادي نحركوا فيه او نصوبوا فيه الايس كريم ديالنا. كيف كتلاحظوا راه كان في الفريغو. جا شرحت لكم الهدف من وضعه في الفريغو. الا كنتو مازال ما شفتوه راه في الفيديو السابق في الجزء الاول. غادي نخلي لكم رابط اسفل القناه في صندوق الوصف. دونك كنوضعوا الكاس اللي كان في المجمد هو الاداه اللي غادي تحرك لينا لا كلاص حتى هو كذلك كتوضعها في المجمد. صافي كنوضعوا الغطاء، وكيف لاحظتوا راه مازال الكاس خاوي، راه مازال ما فيه والو. ضروري من هذه العمليه كيف شرحت في الفيديو السابق. صافي وكنوضعوا القفل على وضعيه الاغلاق وكنوضعوا البريز ديالنا. صافي كيف قلت لكم كنخدموا الاله، كنخليوها تدور واحد شويه، عاد غادي نصبوا الخليط ديالنا. كتلاحظوا معايا التركيبه كيف كتقل، كتولي كثيفه نوعا ما ديال التركيبه اللي كنبحثوا عليها حنا ديال لاكلاص. كيف كتلاحظوا الكاس اللي جمدناه والعمليه ديال التحريك كتخليه يتجمد. صافي دابا كنكونوا حصلنا عليه. بغينا نزيدو نجمدوه اكثر من هكذا كنخليوها تدور واحد شويه، مي انتبهوا انكم ما تخسروش هذيك التركيبه، حيت بعد فتره اطول من اللازم كيولي عندك سائل، يعني كترجع كريمه سائله. حنا بغينا يبقى في هذه التركيبه اللي دقيقله.
تركيبه الايس كريم. صافي كنقلبوه في واحد الاناء واحد اخر زجاجي اولا بلاستيك، وكندخلوه المجمد واحد المده ديال 6 سوايع او اكثر او ليله حتى كيتجمد. دائما ملي تجيو تزولوه من الكاس حاولوا تستخدموا سباتشول او اي اداه ديال البلاستيك باش ما تجرحوش الكاس من الداخل. نقدموا في كؤوس التقديم، والتزيين كيبقى لكم الاختيار على حسب اللي متوفر على حسب الرغبه. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا. وإلا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه ديال اليوم، كنتمنى ديروا لي لايك وتدعموني بالاشتراك في القناه عن طريق الضغط على الزر الاحمر اسفل الشاشه، وكذلك لابد من تفعيل الجرس اللي موجود كذلك اسفل الشاشه باش تبقاو توصلوا بكل جديد. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.